أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست صوت تطوير الأعمال أو Business Development Voice. معاكم روبير مسعد Business Developer and Podcaster. حلقة النهاردة بعنوان التوسع في سوق جديد المحيط الأزرق. كمطور أعمال لازم تكون عارف وفاهم إيه هي استراتيجيات التوسع اللي هتكون مهمة جدا ليك في رحلتك في الكارير كبزنس ديفلوبر. وفي حلقة النهاردة هتكلم بالتفصيل عن استراتيجية المحيط الأزرق أو البلو أوشن، وإزاي تقدر تستخدمها بشكل عملي في شغلك أو على البراند الشخصي الخاص بيك أو لغيرك. تعالوا نبدأ بأول حاجة وهي التعريف. بس عشان تفهم تعريف المحيط الأزرق بلو أوشن، تعال أقول لك الأول عكس المحيط الأزرق إيه، وهو المحيط الأحمر ريد أوشن. كلمة محيط بتدل على السوق، ووصف المحيط بالأحمر بيدل على شدة المنافسة في السوق اللي داخل فيه، لدرجة إن شدة المنافسة بقت في الشركات بتنزف دم. ومن هنا جه اسم المحيط الأحمر. وبالتالي المحيط الأزرق بيدل على السوق الصافي اللي لسه فيه مساحة كبيرة للشركات إنها تدخل في الوقت الحالي وتنافس فيه. من مجرد التعريف بس وشرح المحيط الأزرق والمحيط الأحمر هيخلوك كبزنس ديفلوبر تفهم ما يلي. واحد، أنا الشركة اللي رايح أشتغل فيها كمطور أعمال في أي محيط من الاتنين. إجابة السؤال ده هتساعدك إنك تعرف أنت داخل على إيه وتكون محضر نفسك من قبلها. اتنين، الشركة عملت إيه خلال السنتين اللي فاتوا علشان يعرفوا يكونوا مكملين في السوق. إجابة السؤال ده هتساعدك إن كان الشركة عندهم مطور أعمال قبلك وحقق نتائج مش كويسة، أو هم كانوا شايفين إن تطوير الأعمال مش مفيد ليهم خلال الفترة اللي فاتت ودلوقتي اتعلموا بالطريقة الصعبة ومحتاجين بزنس ديفلوبر يكون عنده رؤية وخبرة وثقة باللي هيقوم بيه، أو اللي كان بيقوم بدور مطور الأعمال هو الفاوندر نفسه. بمعنى أصح بتقدر تتنبأ بثقافة الشركة الكومباني كالتشر كمؤشر مبدئي. 3، لما تكون في الانترفيو لازم بعد ما تسمع وتفهم منهم اعرف انهم مستعدين للاستثمار في دخول سوق جديد ولا هم شايفين ان بقائهم وتركيزهم في السوق الحالي انسب ليهم. السؤال ده هيخلي الطريق يوضح قدامك، ومع اجابات الثلاث اسئله دول هتلاقي نفسك كمطور اعمال معاك بوصله ترشدك للطريق اللي الفاوندر والمؤسسين عايزينك تمشي فيه، مش اللي انت عايز تمشي فيه. وهنا في فرق شاسع ما بين الاثنين، خليني اقول لك عليه سريعا. دورك كبزنس ديفلوبر استشاري في الدرجه الاولى وتطبيقي في الدرجه الثانيه. اللي عايزين المؤسسين بغض النظر عن رايك او قرارك ايه، هم جايبينك عشان تقول لهم اللي المفروض يعملوه، ولكن انت مش بترغمهم على اللي المفروض يعملوه. ولما يختاروا عكس القرار اللي انت كنت ميال ليه وبتنصحهم انه هيكون القرار الاصح بشكل ما، الا اني بقول لك شكرا ليك، انت عملت اللي عليك، ودورك دلوقتي تخش المرحله الثانيه وتشتغل على ما يخدم القرار اللي هم اخدوه واختاروه. وخليني برضه اقول لك حاجه من خبره 5 سنين، خليك مستعد لما قرارهم ما يكونش القرار المناسب انك تقدر تكمل من حيث المرحله اللي الشغل وقف فيها. ما تكونش الشخص اللي بيلوم ويقول مش قلت لكم من الاول بلاش. خليك ذكي، انت معاهم كفريق عمل وهدفكم واحد وبتكملوا بعض مش بتشمتوا في بعض. ودورك على قد ما تقدر هنا انك تزرع ثقافة الشركة دي بقدر استطاعتك، لان مش بالساهل انك تلاقي الناس اللي حواليك بيفكروا بالطريقة دي. وفي سؤال مهم مرتبط بالموضوع ده جدا، هل معنى ان الشركة عاملين توظيف لبزنس ديفلوبر ان المنافسة كبيرة قوي عليهم ومحتاجين لافكاري وخبرتي؟ الصراحة لا، مش شرط خالص، لأن الشركة ممكن تكون محتاجاك عشان تعينك كبزنس ديفلوبمنت تيم ليدر وتتابع الشغل مع التيم اللي مسؤول عنهم. أو ممكن يكون الشركة بتعمل مشروع جديد وعايزة تبدأ صح، وعشان كده عايزين بزنس ديفلوبر. والفكرة الأجمد هنا، وده اللي أنا كنت هعمله لو صاحب شركة، إني هعمل انترفيوز لبزنس ديفلوبرز وأشوف مين اللي شايف اللي أنا مش شايفه في شركتي. مع العلم إني بقابل مطورين أعمال مش بغرض التعيين، ولكن بغرض إني أشوف مين اللي دماغه شغالة ويقدر يضيف ليا فاليو وقيمة مختلفة أفضل من اللي أنا أقدر أضيفها بشكل ما في شركتي. وقتها ده هيكون يستاهل الوظيفة والمرتب اللي يطلبه. نرجع نكمل موضوع حلقتنا. كان يهمني إن أوضح جدا الكلام اللي قلته من شوية، لأنه حقيقي ومن النادر إنك تلاقي حد بيشارك معاك تجربته بسهولة، وأنا بشاركها معاكم عشان يهمني إن أشوف اللي حواليا ناجحين وفاهمين، لأني بحب أشتغل دايما مع اللي فاهم. الفاهم بيريح. وده قصدك الأمثال اللي أنا عشتها وجربتها بنفسي في مصر وفي الإمارات. يلا نخش على الجزء الثاني من حلقة النهاردة من استراتيجيات التوسع في سوق جديد، وهي إنك تكون عارف إن مهمتك هنا لو شغال في المحيط الأحمر الريد أوشن، مهمتك هنا تلاقي competitive advantage، ميزة تنافسية بتساعدك إنك تكون مميز عن اللي حواليك حتى لو كانت لفترة قصيرة. كل اللي محتاج تراعيه هنا إنك تكون، كل ما يكون الميزة التنافسية اللي هتميز بيها الشركة يكون صعب تقليدها، كل ما يكون الوقت اللي هتكسب فيه أكبر، وده المطلوب منك. ولكن من فضلك ما تخليش عقلك يقفل على إنك لازم تخلي عقلك يجيب أفكار من الصعب تقليدها، بس سيب عقلك ينساب عشان عقلك يوصل لما هو متاح، وفكرة مع فكرة هتبني بيها الميزة التنافسية المناسبة. أما لو شغال في المحيط الأزرق برو أوشن، مهمتك هنا مختلفة.
انت هنا بتعمل فاليو كرييشن، بتخلق قيمه جديده، فاليو جديده، وبتوضحها للعملاء المستهدفين اللي بنسبه كبيره مش عارفين انهم محتاجين اللي انت بتقدمه لحل مشاكلهم بشكل ما. عشان تقدر تعمل فاليو كرييشن وتاد قيمه جديده في السوق جديد، ده بيكون مجهود الشركه ككل، مش قسم البيزنس ديفلوبمنت بس. وخلي بالك هنا جدا ان مرحله البحث والتطوير هي اللي هتبني عليها كل اللي جاي. بمعنى لو في ارقام غلط او مش صحيحه مقارنه بالواقع والوضع الحالي، كده انت بتبني على الفاضي. تاني حاجه برضو لازم تخلي بالك منها، لو حد بدأ معاك من فريق العمل وانسحب في نص العمل، ده شيء مرفوض تماما. وقت المشروع اللي ببدأه هو اللي بيكمل وينهيه، الا في الاحتمالات الطارئه فقط، لان لو حصل هيكون في تأخير وتحديات كتير مش وقت التعامل معاها دلوقتي، خصوصا لو اللي هيشتغل عليه شيء كبير مش سهل انه يخلص بسهوله. وهنا نوصل للجزء الثالث والاخير من حلقه النهارده، وهجاوب في الجزء ده اسئله معينه معرفتك بيها افضل من عدم معرفتك بيها. السؤال الاول: هل لو اقترحت استراتيجيه توسع معينه وتم الموافقه عليها ولم يتم تحقيق المطلوب، هل المفروض اترفد من وظيفتي كمطور اعمال؟ اجابتي عليك هتكون في 3 نقط. النقطه الاولى: لو بدأت شغلك صح والخطة وفريق العمل منظمين وبتتابع معاهم أول بأول وحاطين ديدلاينز ومعايير تقييم الأداء اللي هي الكي بي ايز، ما تقولش لو ما حققتش هيحصل إيه هنا، لأن من الطبيعي إنك تحقق. ولو حصل شيء غير طبيعي خارج عن إرادتك الحرة، محدش هيحاسبك عليها أكيد، ولكن شغلك إنك تمشي لقدام حتى لو اللي ظهر قدامك وعطلك مش بسببك أو مش دورك إنك تحله. اتصرف. أنت كبزنس ديفلوبر لازم إنك تتصرف علشان تقدر تخلي العجلة تمشي. النقطة التانية: قرار التوسع أو الإكسبانشن اللي هقترحه بيتم بين رؤساء أقسام الشركة ككل، والموافقة بتكون بالأغلبية، مع مراعاة إيه الأكشنز اللي هناخدها لو حصل المخاوف اللي رؤساء بعض أقسام الإدارة كانوا معترضين عليها وخايفين من عدم وجود حل واضح في حالة حدوثها. أنا بأمن نفسي وقدرت كل رأي موجود في الشركة واتقال في الاجتماع، واللي بالمناسبة في شركات عندها ديمقراطية أكبر، وبعد اجتماع رؤساء الأقسام بياخدوا قرار يعملوا اجتماع مع الموظفين عشان يسمعوا منهم ومن رؤيتهم. وهنا دي بتكون فرصة حلوة إنك تشوف مين اللي بيفكر ومبادر، وبالتالي بيكون ليه الأولوية في الترقية، ومين اللي مش فارق معاه ومكانه مناسب ليه وما ينفعش يكبر عنه. واللي بالمناسبة ده مش عيب، كل واحد ليه هدف وعارف اللي يريحه. النقطة الثالثة: لو حصل الأسوأ ولم يتم تحقيق المطلوب فعلا، لازم بيتم تقييم أسباب عدم النجاح وتحقيق المطلوب بالشكل الكافي ومقارنته باللي كان متفق عليه من بداية اجتماع، وعلى أساس الأسباب بيتم اتخاذ القرار المناسب. ولكن انت كمطور اعمال مش كبش فدا، ولكن تستحق تكون كبش فدا لو اثرت في شغلك في الوقت اللي باقي الادارات شافت شغلها كويس والفاوندر ما استخسرش يدفع ويستثمر في اللي انت طلبته منه. ساعتها دي شيلتك انت لوحدك، ويفضل تقدم استقالتك ويكون ليهم القرار بقبولها او رفضها. سين اتنين: روبير، انا شغال كبزنس ديفلوبر، بس الصراحه ما اشتغلتش على استراتيجيات التوسع قبل كده. ايه اللي المفروض اعمله في الحاله دي؟ هنا يا صديقي مهمتك انك تقبل المطلوب منك وتكون صريح مع الشخص اللي قدامك انك ما عملتش الموضوع ده قبل كده وهحتاج حد يرشدني، وساعتها هيحترمك لصراحتك، واحتمال كبير يرفض يشتغل معاك لو كان محتاج حد فاهم. ولكن انت هنا ما كنتش كدبت عليه واخدت كريدت عند الشخص ده تاني. لما يجي يشتغل معاك تاني هتكون انت الاختيار الاول ليه. طيب الحل التاني انك تقبل عادي، والفلوس اللي هتاخدها تختار بزنس ديفلوبر معروف واشتغل في الاكسبانشن استراتيجي قبل كده، يمشي معاك الخطوات دي كلها مقابل انك تكون معاه ويفهمك، حتى لو هتدفع من جيبك اكتر كمان من اللي هتاخده. وهنا خلي بالك، ارجوك اوعى تقول انا هجرب في العميل الاول ليا ونصيبه كده. دي عدم امانه منك وربنا هيحاسبك عليها. دورك انك تقوم باللي اتفقت عليه مقابل اللي انت رضيت بيه واتفقت معاه مع الطرف الثاني. ولو انت داخل وعارف انك عندك نيه التقصير من البدايه وقبلت الشغل، فانت كده ربنا هيحاسبك برضه لانك عطلت العمل وما كنتش امين من البدايه. اوعدك لو انا اللي بتعامل معاك هتكون اخر مره بالنسبه لي وهكتب عنك فيدباك سيء جدا. وهنا مش مشكلتي انك كنت لسه بتتعلم، مشكلتي انك ما كنتش صريح معايا فيما يخص شغلي اللي مش عايز اثر فيه، وهتحاسب عليه انا مش انت في النهايه. في النهايه شكرا ليك وليكي جدا انكم وصلتم لحد هنا من حلقه النهارده، لان مش كل الناس عندها نفس الاصرار انها تسمع وتتعلم، خصوصا لو ما كانش محتوى ريلز ووقته صغير. شكرا تاني ليك وليكي انك ما زلت بتحاول وبتسعى، مع ان ممكن ما يكونش الطريق واضح قدامك ومش عارف اللي بتعمله ان كان صح او لا، ولكن تاكد ان طول ما انت بتتحرك لقدام وبتعمل اللي عليك ومتوكل على ربنا انه يرشدك للي فيه خير ليك. مفيش حاجه اسمها وقت ضايع في حياتك او وقت على الفاضي، ومفيش حاجه بتسمعها مش هتنفعك. في جمله بحبها جدا قالها قداسه البابا شنودة الثالث: كله للخير. هي دي الجمله مكونه من كلمتين: كله للخير. تاكد ان كل حاجه بتحصل في حياتك وانت مسلم امورك كلها لربنا انها للخير الخاص بيك، حتى لو كان غيرك كان شايفها شر او انت نفسك كنت شايفها شر.
ربنا معاكم في رحلتكم، وبشارك معاكم كورس أول يوم كمطور أعمال فيرست داي از بزنس ديفلوبر على موقع يوديمي. الهدف من الكورس إنك تكون عارف إيه المطلوب منك وتعمله في أول يوم ليك في الشركة كمطور أعمال. تقدر تشوف أول 5 فيديوهات في الكورس مجانا هيجاوبوا على كل أسئلتك قبل ما تشتري الكورس عشان تحدد إن كان مناسب ليك أو لأ. بالتوفيق ليكم وأشوفكم على خير. روبير مسعد.